هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اللوبيا المصريه. اللوبيا المصريه دي طريقتها بتبقى عامله ازاي؟ اول حاجه بتحطي معلقه سمنه ومعلقه زيت، اي نوع زيت عندك، ويفضل لو زيت ذره. وبعدين بتقطعي البصله زي ما انت شايفه كده وتحطيها، تقعدي تقلبي فيها لحد ما لونها يصفر او يحمر. تمام. وبعد كده تقومي حاطه طماطم زي دي، بتكوني ضرباها في الخلاط على حسب بقى عدد اللي هياكله، بتضربي. انا ضربه حوالي 4 طماطميات. 4 طماطميات. تمام. تحطيهم على البصله بعد ما دبلت كده. وبعد ما بتحطيهم على البصله بعد ما دبلت كده، بتسيبيها تتسبك. احنا بنقول عندنا في مصر احنا بنسيبها تتسبك، بنقولها كده. بنسيبها تتسبك. يعني ايه تتسبك؟ يعني تقصر. يعني الصلصة دي دلوقتي او العصير الطماطم ده مستواه هنا ينزل شوية مثلا لحد هنا، بيبقى كده اتسبكت. تمام. وطبعا بتحط لها بعد ما بتتسبك الصلصة والملح والفلفل والكمون والبهارات بتاعتك اللي انت حابة تحطيها، بس مش اي بهارات. ما تجوديش قوي. ملح وفلفل وكمون دول افضل حاجة، والصلصة طبعا، ومعلقة سكر عشان خاطر نوع الخضار اللي انت هتحطيه مع الصلصه دي يبقى مسكر. تمام. هي ابتدت تغلي زي ما انتم شايفين من الحروف. انا الحاجه اللي هعملها هي اللوبيا دي. نقعتها يوم كامل وسلقتها، خدت غلوه واحده وسبتها تتصفى، وزي ما انتم شايفين ناشفه، ما بتوقعش حاجه. سايباها هنا في المصفى لحد ما الصلصه تتسبك. وبعد كده هحط عليها اللوبيا، هوريكم برضو. اهم حاجه تغطي عليها. تمام. وتخلي النار متوسطه. تمام. عشان الحله بتاعتك ما تتحرقش، وفي نفس الوقت الصلصه تتسبك براحتها. بصوا كده، هي ابتدت تغلي. اول لما تغلي وتقصر هنبتدي نحط عليها على طول اللوبيا. لو عندك اي خضار، بسله او اي نوع تاني، حطي. خلاص هي اتسبكت. بعد كده هناخد معلقه صلصه. تمام. زي كده ونحطها. وبعد ما حطينا الصلصه هنحط بقى اللوبيا في قلب التسبيكه كده، ونسيبها بقى. نقلب طبعا، ونسيبها بقى تاخد غلوة 2 لغاية ما تستوي. لو انتي عاملة جنبها لحمة ممكن تحطي اللحمة في قلبها، بتبقى مسكرة قوي. طبعا انا حطيت سكر وحطيت ملح وفلفل وكمون، فهي متظبطة يعني. بس ولو انتي حابة تخلي الملح في الاخر على اساس تدوقيها، تمام، خليه في الاخر. بس انا دقت الصلصة يعني. تمام كده. وبكده تكوني عملتي احلى طبق لوبيا على الطريقة المصرية.